السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مليون مبروك لمنتخب المغرب وكل أهلنا وأخواتنا في المغرب وهنا في الإمارات اللي احتفلوا وقلبوا الدنيا. وأبقى أوريكم شوية احتفالات من اللي احتفلوا بيها في آخر الفيديو. المغرب بيكسب البرتغال زي ما تخطاها قبل كده في الثمانينات، بيوصل لقبل النهائي علشان يكتب التاريخ ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه، ويكون أول منتخب عربي أو أفريقي يوصل للسيمي فاينال أو قبل نهائي كأس العالم. غير إن هو بيدخل التاريخ في رقم تاني اللي هو سلسلة اللا هزيمة في كأس العالم، اللي هي 6 مباريات، ماتش النسخة اللي فاتت 5 ماتشات النسخة دي. غير ان هو بيدخل التاريخ برضو ان هو يقدر يكسب 3 منتخبات اوروبية في كاس العالم. الركراكي مدرب المنتخب المغربي كسب بالوداد الثنائية، وكان منها لبطولة افريقيا قدام الاهلي لما كسبوا. بعد كده مسك المنتخب بعد وحيد خليلوفيتش. منتخب المغرب ما بيعملش انجاز في بطولة افريقيا، بيخرج من البطولة، يخرج من البطولة العربية علشان يجي مدرب جديد شاب واعد يقلب الدنيا ويخلي المغرب هي حديث العالم كله. وده بيدللك على أهمية المدرب أو المدير الفني أو القائد أو مديرك في الشغل. عايزك تعرف إن الركراكي بياخد مرتب أقل من فيتوريا اللي هو مدرب منتخب مصر حاليا. لما نشوف هل هيحصل حاجة مع فيتوريا ولا هيحصل اللي قبله. العقدة الخواجة عايزين ننساها. كل انجازاتنا مع المنتخب كانت مع مدربين مصريين، سواء الجوهري سواء حسن شحاتة. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل الايام الجاية. واللي حاصل النهاردة مع المغرب ده بيرفع سقف طموحاتنا احنا كعرب، وبيأكد كلام محمد صلاح اللي قاله لما استلم الجايزة. قالك الموضوع كله في المنتاليتي او العقلية. انت مفيش فرق بينك وما بين الاوروبيين غير العقلية، الموهبة. عندنا مواهب كتير، اهم حاجة تصدق نفسك وتصدق انك تقدر تنجح، تصدق انك تكسب كاس العالم، تصدق انك توصل احسن لعيب في العالم. ما يبقاش كل همك التمثيل المشرف او يبقى فيه سقف طموح ليك. الف مبروك مرة تانية، واتمنى تدعموني بلايك وفولو.